هاي، ازيكم؟ النهارده هنعمل كوكيز الشوكولاته بثلاث مكونات بس. انا اول لما شفتها اتحمست قوي اني اعملها، وبجد كان هيفوتني كتير جدا لو ما عملتش الكوكيز دي. بصي، هتطلع معاكي كده زي اللي بنجيبها من محلات الحلويات او المخابز، فudgy كده، وطعم الشوكولاته فيها واضح جدا، كوكيز شوكولاته في شوكولاته. اول مكون معانا هننزل ببيضه بدرجه حراره الغرفه، ونحط عليها كده كام نقطه فانيليا، ونفكها كده بالمضرب. واول ما تتفك معانا هننزل بالمكون التاني على طول، وهو اي نوع شوكولاته قابله للدهن. على فكره انا هنا كنت مستخدمه البديل وكان طعمه حلو قوي. وانا كمان قريب على القناه هنعمل مع بعض الشوكولاته القابله للدهن. وبعد كده ما فكيتها مع البيضه واختفت البيضه تماما، هبتدي انزل بقى بتالت مكون عندي، وهو نص كوبايه دقيق. هننزل بيها على الخليط ونقلبها لحد ما تختفي خالص. بعد كده هتبصي على قوام العجينة اللي عندك، لو اتشكلت عجينة يبقى كده تمام، لو لسه طرية هتجيبي بقى الدقيق بتاعك وتنزلي بالتدريج. وانا عملت كده، نزلت بمعلقة معلقة، وكل معلقة تختفي انزل بالتانية. انا اوعدكم ان انتوا هتعملوا الكوكيز دي يمكن كل اسبوع، بجد من كتر ما هي سهلة ومكونات بسيطة، بس النتيجة اكتر من رائعة. هنا نزلت بمعلقة دقيق كمان، وابتديت برضو اقلبها كويس لحد ما تختفي. عايزة اقول لكم ان هي احتاجت نص كوباية وعليها 3 معالق دقيق، يعني حوالي 3 ارباع الكوباية. انا كمان هسيب لكم في صندوق الوصف المقادير بالجرامات بالظبط. وهنا برضو كنت لسه بقلبها وحسيتها لسه خفيفة شوية، فهننزل بآخر معلقة دقيق. بصوا هنا بقى مسكتها، حطيتها كده بين ايديا، قدرت اشكلها عادي، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. هتدهني بقى ايديكي زيت وتبتدي تقسميها كرات صغيرة، وتعملي بأي حاجة عندك مدورة فاتحة في النص عشان هنحشيها مع بعض. طبعا عايزة اقول لكم الخبز على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 170 قعدت 10 دقايق بالظبط. وبعد بقى ما الكوكيز بردت خالص، قلت ايه اعمل لها كده شكل وازينها. فانا كان عندي صوص كراميل حطيته عليها. كمان لو حبيتوا تاكلوها سادة، هي سكرها مظبوط جدا، يعني مش هتحس ان انتوا محتاجين اي سكر. وبعدين كمان حطيت نفس نوع الشوكولاتة اللي انا استخدمته عليها، برضو كانت حلوة قوي لان احنا كلنا من عشاق الشوكولاتة في البيت، فعجبتهم قوي. بجد كوكيز يعني زي اللي بتجيبيها من بره، طعمها حلو، سواها مظبوط قوي، سهلة جدا، ما اخدتش وقت خالص. يعني في 10 دقايق بالظبط كنت عاملاها، ولا اخدت خطوات كتير ولا مكونات لازم تكون موجودة عندي في البيت. بجد حلوة قوي. الكوكيز دي طالعة ترند، جربوها وعلى ضمانتي. وكمان لو عملتوها قولولي رأيكم فيها بصراحة. عارفين الكوكيز دي اللي ما بيختلفش عليها اتنين، اللي اي حد هيدوقها هيقولك انت جايباها منين. طعمها مش بيتي، هي طعمها زي فعلا المحلات او المخابز بجد. وهي ما خدتش اي مكونات، ما كانش فيها يعني مكونات صعبة او لازم تتحط او عجان. انت عملتيها في 10 دقايق وبجد طلعت خرافية. عايزة اقول لكم الوصفة طالعة ترند، وانا لما شفتها من كتر ما هي سهلة تخيلت انها مش هتطلع حلوة، بس بجد لما شفت النتيجة انبهرت. حلوة فعلا، جميلة، سواها مظبوط، السكر بتاعها حلو، يعني مليانة شوكولاتة كده زي اللي بنحبها. وانتي عملتيها في البيت في 10 دقايق، هتعمليها كتير والولاد هيطلبوها منك اكتر. وكمان لما تعمليها ابقي افتكريني بقى بكومنت حلو، لان بجد بنبسط جدا بتعليقاتكم، بحبكم قوي.